السيونس اكسبريمونتال وحدها لا تكفي لبناء حضارة، بل ربما هي أقل أهمية من العلوم الإنسانية. الحضارة عبارة عن فكر وصناعة، وليست مجرد صناعة فقط. والمجالات العلمية لا تساهم أبدا في تحرير فكر القطيع. لاحظ عزيزي المستمع أن من يتوجهون إلى الشعب العلمية ويتخصصون في الطب والذكاء الاصطناعي والكيمياء والفيزياء في أغلبهم هم من ذوي اللحى، وهم أيضا ممن يؤمنون بثقافات يندى لها الجبين، وهم أيضا تجدهم حاملين لفكر متعصب إرهابي، أي الفكر الوهابي. وهم أيضا ممن يتم استقطابهم وغسيل عقولهم من طرف الجماعات المتطرفة بسهولة. هل هؤلاء سيصنعون لك حضارة؟ هل هؤلاء سيتكفلون بجعل الحضارة الإنسانية تتقدم؟ تخيل واحد سلفي ولا بروجرامر حتما سيبرمج لك أبليكاسيون تتجسس عليك إن كنت صليت الظهر حاضرا، أو إن كنت توقفت عن مشاهدة المسلسلات وسماع الأغاني. ولكن على الصعيد الآخر نجد أن الشعب الإنسانية نجد فيها فقط أناسا منفتحين فكريا، لأن رواد الفلسفة والعلوم الاجتماعية وعلم النفس نجدهم منفتحين على العالم، وأفكارهم متنوعة وتقبل التعدد، ونقاشاتهم عميقة وثرية. في الأخير نؤكد أن الدراسات العلمية أكدت أن الشعب العلمية الدقيقة تستقطب المتعصبين كثيرا، لأن طابعها متزمت وليس فيها أي مجال للمشاعر الإنسانية.